يا مساء السعادة والرضا عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. ايه رأيكم في الطبق اللي كله شقاوة دوت؟ ده طبق شقاوة بمعنى كلمة شقاوة. الشاطر اللي يتحط قدامه الطبق دوت ويقدر يقوم من قصاده، وهو كله بطاطس محمرة والله. يعني طبق شاهي جدا. انا معايا بقى حبيتين بطاطس، ومعايا واحدة بتنجان رومي صغيرة مش كبيرة، فلفل رومي وفلفل حامي من الهالبينو دوت، وطماطم متقطعة بقلبها، وبصلة واحدة شرايح. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ونشوف احنا هنعمل ايه. احنا هنحمر البطاطس. اولا انا مقطعاها مكعبات مش صوابع، عشان تليق يعني مع البتنجان، والواحد يعرف يغمسها، او لو هيعمل منها سندوتشات تليق مع الاكل. انا هحمر البطاطس تحمير عادي جدا، كلنا طبعا بنعرف نحمر البطاطس، والاطفال الصغيره بتعرف تحمر البطاطس. بعد ما احمرها على طول في نفس الزيت بحمر البتنجان برضو، وبرضو مقطعاه مكعبات. انتوا شفتوه معايا طبعا، كنت انا نقعاه في ميه وملح وسكر عشان ما يشربش مني زيت. البطاطس اتحمرت ببتدي اطلعها، بخلص البطاطس. وانا بحمر البطاطس بقى بعمل التتبيله اللي انا بعملها الجميله ديت، اللي هي شرايح البصله الكبيره اللي انا قطعتها ديت. بمجرد بس ما يعني قبل ما تدبل كمان بنزل عليها بالفلفل الرومي والحامي، وبعد كده أول ما يتبلوا مع بعض بنزل بالطماطم على طول. طبق شهي جدا جدا جدا، سريع بطريقة فظيعة. والشاطر اللي يقوم من قصاده بصراحة، يعني محدش يعرف يوقف أكل منه. أحلى من المسقعة 100 مرة والله. جميل جدا، وخدش مننا أي غلبة، والتحبيشة بتاعته على بعضها كده لذيذة جدا. ينفع جنب أي حاجة، وينفع لوحده من غير أي حاجة هيتاكل. اديني نزلت اهوت الطماطم على الفلفل وعلى البصل. مجرد ما هتسبك الطماطم بحط لها نص معلقه توم اهيت، وبحط ملح وفلفل وكزبره وكمون، بس مش بحط حاجه اكتر من كده. طبعا الطحينه بتاعتي بعمل طحينه عاديه جدا، بفككها بالميه وبحط خل وملح وفلفل وكمون، وبس على كده. ما بحطش بهارات ازيد من كده خالص للطبق ده. فردت البطاطس اهوت في الطبق، وبفرد عليها البتنجان بتاعي، وبعدين انزل بالخلطة بتاعتي. طبق جميل جدا هتحبه، وكل اللي هياكله هيطلبوا منكم تاني ويقول لكم اعملوا لنا الطبق ده تاني. جميل جدا جدا جدا، وملوش دعوه بالمسقعه خالص. لا، مش طعم المسقعه يا جماعه. انا عارفه ان مكوناته عامله زي المسقعه، لا بس هو طعم تاني خالص. بشكركم كلكم جميعا على تعليقاتكم الجميلة، وبشكر كل اللي بيدخل لي، وبشكر كل مشتركين الجداد. بقول لكم نورتوا قناة المسك، ودايما معايا إن شاء الله، ويا رب أكون عند حسن ظنكم جميعا. نزلت بالتتبيلة بتاعتي الجميلة ديت. اللي مش عايزها إنها تكون حامية، لو في أطفال هياكلوا منها يشيل القرن الفلفل الحامي خالص منها. الطفل لو عملتي له سندوتش منها هيحبها جدا جدا جدا. طبق طعم جدا جدا جدا، وبألف هنا للي هيجربوه، وبألف هنا للي كلوه شكروه. جميل وشهي جدا، أنا عن نفسي حبيته أكتر من المسقعة والله، لأنه خفيف، أخف من المسقعة بكتير. بس هنزل بقى بسلطة الطحين على الخلطة دي، يبقى طبقنا خلص وجهز، وفي منتهى الجمال. بذمتكم في أسرع من كده؟ وفي طبق كله شقاوة زيه دوت؟ مفيش والله. جميل ولذيذ وشهي جدا، وهيعجبكم إن شاء الله. يلا اللي يعجبه بقى الطبق الشهي الجميل دوت السريع اللي مفيش أسرع من كده، ما ينسانيش بقى بتعليق جميل ولايك جميل زيه، والاشتراك في قناة المسك لو عجبته قناة المسك. أشكركم جميعا 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 على كل كلمة بتكتبوها لي، ودايما معايا، ودايما منورني، وأهلا بالجدد اللي معايا. وأقول لكم يا رب يكون عجبكم الفيديو، أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله دايما يا رب، بأفكار حلوة وجديدة وعلى قد الإيد، ونقدر نطلع منها حاجات حلوة وجميلة جدا. إيه رأيكم في منظر الطبق؟ يا رب يكون عجبكم. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أترككم في رعاية الله، وأشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. مع ألف سلامة.